السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة الصالحة الخارجة من البحر. تاريخ الرؤيا باربرا تيسان 2020. الحمد لله الذي يري عباده ما يبصرهم بآياته ويجعل الرؤيا في قلوب أوليائه نورا يهديهم إلى وعده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. رأيتني أقف على شاطئ بحر لجي عظيم، ماؤه صاف يلمع كأنه مرآة الغيب، وفي عمق ذلك البحر ظهرت لي امرأة مجهولة الملامح معروفا في الروح. كانت واقفة على صخرة بيضاء في قعر البحر، ورأسها عند سطح الماء، لا تتزعزع ولا تضعف، كأن البحر مأمور بحمايتها. بيننا حائط زجاجي صافي كصرح ممرد من قوارير، تراني وأراها بوضوح، تسمعني وأسمعها، وكأن بيننا برزخ لا يرى إلا لأهل البصيرة. تلاطمت الأمواج حولها ودارت الدوامات عند قدميها، حتى خلت أنها ستغرق، فامتلأ قلبي خوفا عليها، فقالت بلسان مطمئن ووجه يشرق إيمانا: لا تقلق علي، فإن فترتي المحتسبة قاربت على الانتهاء، وسأخرج من هذا البحر فائزة منتصرة، وقد اقترب الموعد الذي وعدني ربي به. حين سمعت قولها علمت أن كلامها ليس من حديث النفس، بل إلهاما من الروح المؤمنة المحتسبة في بحر البلاء، تنتظر أمر ربها بالظهور والنصر. قالت: اطمأن ولا تقلق علي، اذهب أنت وكن بانتظاري، ولنا موعد لقاء لن يخلف. حين سمعت قولها علمت أن كلامها ليس من حديث النفس، بل إلهاما من الروح المؤمنة المحتسبة في بحر البلاء، تنتظر أمر ربها بالظهور والنصر. ومعنى الرؤيا في نورها اليوسفي: هذه المرأة ليست من عالم الجسد وحده، بل رمز للروح المؤمنة الممتحنة التي تغوص في بحر الزمان، وتبقى ثابتة على صخرة اليقين حتى يأذن الله بفرج قريب. فالبحر في تأويل الرؤيا هو زمن الفتنة والامتحان، والصخرة هي الثبات على الإيمان والحق، والزجاج الفاصل هو البرزخ بين الغيب والشهادة. إنها المرأة الصالحة ذات الشأن التي تبشر بخروج النور من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، وعند اكتمال فترتها ستخرج من بحرها بنصر مبين، كما خرج يوسف عليه السلام من ظلمات الجب إلى عز الملك. وهكذا تبشر هذه الرؤيا باقتراب اكتمال المدة المهدوية، ونهاية الغوص في بحر الابتلاء، وبداية عهد النور والفرج، حين ترفع الحجب وتشرق الأرواح من بحرها إلى شاطئ الوعد.